هي واحدة من أجمل القرى بولاية تيزي وزو، قرية أيت صالح التي تتواجد بين أحضان جبال جرجرة ببلدية بوزغان. مناظر طبيعية متنوعة وخلابة تطبع المكان وتتيح للزائر فرصة الاستمتاع بروعة الطبيعة الساحرة وسط السكون والهواء المنعش. مهما حاولنا وصف المكان يبقى اللسان عاجزا أمام الجمال الذي يتمتع به، خاصة عند التجول وسط هذه السكنات التقليدية. قرية أيت صالح قرية تنتمي إلى بلدية ودائرة بوزغان، على بعد مسافة 60 كيلومتر، حوالي 60 كيلومتر شمال شرق ولاية تيزي وزو. هي قرية موجودة في حدود، يعني بين حدود ولاية بجاية وولاية تيزي وزو، في أسفل يعني غابة المعروفة يعني في التاريخ، الغابة التاريخية المعروفة بأكفادو، التي احتضنت يعني أول مقر، يعني المقر التاريخي للولاية الثالثة التاريخية. هي قرية عندها كثافة يعني سكانية معتبرة 5000 يعني المواطن. قرية أيت صالح كبقية قرى القبائل شاركت في حرب التحرير الوطنية، والتي شهدت سقوط العديد من الشهداء الأبرار. هي قرية تاريخية استشهد يعني عندها 58 شهداء، بينهم 4 نساء، سيج فطاء، فرات فروجة، فرات زهواء، وحمدوش فاطمة. تضم القرية مقبرة لشهداء 1871، والتي تشهد عملية ترميم من طرف الجمعية الثقافية تاغمات. هنا كان مقبرة على 1871، والجمعية الثقافية بدأت تدير الترميم تاع هذه المقبرة، يعني تعتبر من أهم يعني يعني لي بلاص تاع اللي عندها التاريخ في القرية. استشهد يعني فيها أكثر من 10 شهداء، يعني ماتوا في اشتباكات يعني المعروفة في أثيجار في هذاك الوقت 1871. ومن أجل الحفاظ على منظومة العادات والتقاليد لدى الناشئة، تسعى الجمعية الثقافية تاغمات إلى توجيه الأطفال لاستعمال الوسائل القديمة التي كانوا يستعملونها في حياتهم اليومية للحفاظ على الموروث الثقافي للمنطقة. الجمعية الثقافية أسست منذ 1990. أهداف تاعها عدة أهداف، من بينها إحياء التراث الوطني ومحافظة على عادات وتقاليدنا. هنا عندنا بعض الوسائل يعني نستعملوها في القديم، يعني الزمان القديم جمعتهم يعني الجمعية الخيرية، كانوا يعني على كل حال في هذا الوقت يعني ما يستعملوهاش بزاف، بصح في الزمان القديم يستعملون بزاف. يعني نقدر نقول لكم عندنا بزاف يعني هذه الوسائل، من بينهم عندنا ثربوث يعني تستعمل باش يديروا الكسرة. عندنا ثاني هذه الوسيلة يعني تستعمل باش يستخرجوا بها يعني الرايب البن. عندنا كذلك يعني واحد الوسيله يعني او الاله تستعمل يعني لحصد يعني القمح. وكاين ثاني اللي اسمه يجمعوا فيها يعني السمي بكريه القمح، يعني باش ما يتخسرش، يعني داروها سبيسيال يعني باش اسمها بالقبيله ثاكوفيت. هذه يعني يديروا فيها القمح وداروها يعني دفاصون يعني ما يخسرش كاع ذاك القمح، يعني يبقى 5 سنين 6 سنين يعني يبقى كما هو يعني. ومن
أهم التقاليد أيضا الزي القبائلي الذي يميز المرأة القبائلية، فهو لباس متوازن. كنت بديت خدمة من كنت صغيرة ونحب هذه الخدمة الخياطة، تعلمتها عندي ما في الدار. هادوك لي غوب، هادي لا بلونش هادي تلبسها العروسة البروميي جور تاع تسديرة، اسمها طقندورة الصبوح. و لا بلونش هذه الدوزيام جور طقندورتي وضيين. لا بلو مع لا غوز توت سامبل يلبسوها توجور. لا جون هذه تلبسها العروسة لافي تاع العرس. لا نوار غيرغيريان هذا الدرني موديل و توجور تانيك. تحتوي منطقة القبائل على تراث تاريخي أثري وثقافي هام يتجسد في آثار لمدن قديمة ونقوشات صخرية، إلى جانب عادات وتقاليد مميزة تجدر المحافظة عليها.